من غير اي مقدمات، لو انت فاكر انك هتكون غني وانت موظف فانسى الموضوع ده تماما، ويلا اقولك على التركات. خلينا متفقين يا صديقي ان الوظيفة زائد الثراء بيساوي اكس، لانهم لا يتفقوا مع بعض تماما. لان باختصار ان الوظيفة خليك ما بتقدرش تشتري اللي انت عايزه في الوقت اللي انت عايزه في المكان اللي انت عايزه. انا مثلا شغال في وظيفة ما في دولة ما وبقبض مثلا 100,000 ايا كان العملة ايه، ايا كان جنيه درهم دولار، فبتقبض في شهر 100,000. فهل انا كده غني؟ لا يا صديقي، انت كده مش غني. ليه مش غني؟ مع ان انا بقبض كويس وعايش حياة مرفهة وحياة كريمة والدنيا يعني بيقولوا زي ما بيقولوا كده زي الفل، يعني الدنيا تمام وكل حاجة. فانا كده مش غني ليه؟ انت كده يا صديقي مش غني لانك غير ممكن في الارض. الوظيفة بتخليك غير ممكن. لو انت ثري المفروض بتكون ممكن في الارض، تشتري اللي انت عايزه في الوقت اللي انت عايزه في المكان اللي انت عايزه. فالثراء بالمعنى بتاعه يا صديقي اني وانا بكلمك المفروض اعمل فلوس، هو ده الثراء بحد ذاته. فانا عشان اكون ثري لازم اعدد مصادر الدخل بتاعتي، ولازم اعمل باسيف انكم. الباسيف انكم اللي هو الدخل السلبي، اللي هو ان انا ببذل مجهود في البداية في الحاجة اللي انا بعمل لها دخل سلبي دي، وبعدين الحاجة دي بتدخل لي الدخل الاضافي بتاعي. المفروض اعمل ايه يعني؟ لو انت معاك فلوس المفروض بتعمل بيزنس خاص بيك، بتشوف ايه المنتج اللي مطلوب ما بين الناس او ايه النيد اللي محتاجاها الناس وبتعملها. فده تفتح بيزنس وتعين ناس كواليفايد معاك، ناس مؤهلين لسوق العمل، ناس على قدر من الثقة تقدر تعتمد عليهم وقت ما انت ما تكونش موجود في العمل. فوقت ما تكونش موجود في العمل ده انت كده بتعمل باسيف انكم، بتعمل دخل سلبي. ده اللي هو الاونر صاحب البيزنس، ده هو اللي بيعمل فلوس كتير. طيب ده اول حاجة. تاني حاجة ممكن تفتح، لو انت معكش فلوس بقى وكده، ممكن تفتح قناة على اليوتيوب. انا بدأت في القناة بامكانيات قليلة جدا، وما زلت الحمد لله بحدث في القناة عندي علشان اوصل لمستوى كويس بإذن الله. طبعا بص هقولك حاجة، يعني لو وصلت لحد هنا لازم تعمل سبسكرايب، يعني انا تعبان جدا في القناة دي فادعمني بقى. طيب خلينا نكمل. فبص يا سيدي، تفتح قناة على اليوتيوب بأقل الامكانيات اللي عندك، الامكانيات المتاحة معاك خلاص ابدأ بيها. ده المتاح معايا تبدأ بيه، مفيش مشكلة خالص. كل ما تبدأ في قناة اليوتيوب وتكون مستمر في القناة وتنزل فيديوهات بقى كتير وكده، الفيديوهات دي مع الوقت بتجيب لك فلوس، في مشاهدات بتيجي، اعلانات بتيجي. ممكن اصحاب بيزنس يكلموك يقولوا لك اعمل لنا اعلان عن الحاجه الفلانيه. ممكن موقع يكلمك بيقدم خدمات الموقع ده مثلا يقول لك اعمل لي اعلان للخدمات بتاعتي، فده كلها فلوس داخله ليك. فخصوصا لو انت بتحب كمان صناعه المحتوى فدي هتكون حاجه حلوه جدا. دي تاني حاجه. تالت حاجه يا صديقي في تعدد مصادر الدخل انك تتعلم الجرافيك ديزاين عموما. لو انت اتعلمت الجرافيك ديزاين بترفع الصور بتاعتك او التصاميم بتاعتك على مواقع الاستوكات. زي مثلا انا شرحت سلسلة قبل كده على موقع فريبيك، فهسيبها في الايفون فبتفرج عليها. السلسلة دي مهمة جدا، وان شاء الله السلسلة اللي جاية دي، يعني انا عامل الفيديو ده مخصوص عشان انزل السلسلة اللي جاية دي، سلسلة ادوبي ستوك. ادوبي ستوك ده من المواقع المهمة جدا لازم تنزل عليها او ترفع عليها التصاميم بتاعتك، لان بصراحة في فرق شاسع في العملة او البروفيت اللي انا باخده من ادوبي ومن فريبيك، ففي فرق كبير ما بينهم هما الاتنين. فعشان كده قررت انزل سلسلة متكاملة عن موقع ادوبي ستوك. فكده احنا قلنا 3 مصادر، تمام؟ اللي هو اول مصدر اللي هو البيزنس، تاني مصدر قناة اليوتيوب، تالت مصدر اني ارفع على موقع الاستوكات سواء تصاميم او لو انت مصمم جرافيك يعني، او مصور. يعني ممكن لو انت مصور ومعاك كاميرا بروفيشنال فانت تقدر تعمل ترفع الصور بتاعتك على موقع الاستوكات. دي 3 مصادر للدخل. وكمان في حاجة رابعة اللي هي لو انت مبرمج بقى وكده، ممكن تعمل تطبيقات وتعمل تطبيق بحيث ان تنزل عليه اعلانات، والاعلانات دي المفروض بتدخلك دخل اضافي. ممكن تعمل مدونة وتكتب عليها مقالات، والمقالات دي بتدخلك دخل اضافي مع الوقت. لما بتربطها مع جوجل ادسنس بينزل عليها اعلانات في الموقع بتاعك،
وبتدخل دخل اضافي. فدي كلها مصادر للدخل السلبي. فعايزك يا صديقي وانت بعد ما ترجع من الشغل لازم 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 تعمل دخل اضافي، تتعلم. الفترة اللي جاية دي هتكون فترة عصيبة، فلازم تطور نفسك، فعشان توصل لمكانة كويسة تعيش اولادك عيشة كويسة، وانت تعيش حياة كريمة برضو. فان شاء الله تابعنا الفيديو اللي جاي عشان هننزل اول سلسلة من سلسلة ادوبي ستوك. السلسلة دي ان شاء الله هنتكلم فيها على ارباحي في ادوبي ستوك، وازاي ترفع وازاي تعمل اكونت على ادوبي ستوك، وازاي ترفع التصاميم بتاعتك على ادوبي ستوك. وان شاء الله اشوفكم الفيديو اللي جاي. لو انت وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب ولايك، واكتب لنا في الكومنتات محتاج ايه الفترة اللي جاية غير سلسلة ادوبي ستوك. وكان معاكم عبد الله السهولي من قناة فريلانس سكول. سلام.